الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، كنا قد وعدناكم بأن نتكلم حول بعض النقاط يحصل في الآخرة. أولها الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ حدودها، وكيف سنفهم من الشفاعة. برايد عزيز، حفتات شوي مقام بحثه هناك تشتكوا آخرته دا تشدبن أما هناك تشتا بين الزمان زيدا جاء من كارم بحثه وهم بكن لو را تشتي عمجرات بجن غيبي تشتكوا بشعب نايني ديتن عاقل برفع مناك أنجاق خدا ورسول خداش إنسان را بجا وكيدي إنسان فعمناك فقط هناك تشتي خدا عز وجل قوتيه وياجي بيخنبري هناك معناك اللي خستيه صلى الله عليه وسلم أنجاق أموان تشتات كاربن بيجن زيدي وأمن كارن بيجن. أولا الشفاعة معناه هو أن تشفع لشيء. معنى الشفاعة رجل ربما يستحق عقوبة فيأتي شخص يقول أنا أرجو منك أتشفع، كما بالعرب يقول من عشان خاطري، يعني خفف عنه أو سامحه أو تجاوز عنه. هذا هو الشفاعة، يعني الذي نحن نفهم الشفاعة، هذا معنى الكلمة. وحينما نقصد بالشفاعة يوم القيامة أشخاص، وهؤلاء الأشخاص على رأسهم الأنبياء والمرسلون وأهل العلم والشهداء، الله عز وجل يسمح لهم بأن يشفعوا لبعض الأشخاص، وهذا شفاعتهم ضمن حدود إذن الله عز وجل. لا أحد يستطيع أن يشفع غصبا عن الله عز وجل. الله يسمح، يقول تفضل بإمكانك أن تشفع وأنا سأعفو عنهم من أجلك. فهذا حتى يبين الله عز وجل لهؤلاء الأشخاص ما مع أو قيمة أو مكانة هذا الرجل عند الله عز وجل. شفاعت ما قم معنا ويشي أبو كردي أم بيشن رجاو كرن تدي أم كردي بيش ترجاتكم أبي نابا كرداي بعربي شفاعته، يعني تشي شخص كي أم بيشن نابا كردا داجي شخص كي أم بيجن شاشتي كي كريه جزاكي قال لي ولا برين سيحب دار قال لي كيفني هناك إنسان چند بيجن جوان إنسان يكون خازن جزاء بدن أم جوار رجات كن أم جوان خاطره ما أم هيفيد كن رجات كن وين عفو بكن، يعني معنى شفاعتي بكرمانجي أبا يعني مساكين من بيجن فقط شفاعتها كروجا قيامتي أم بيجن قال بكن أو أولا بيخنبر خدا أبي مازن وبيخنبر سريوان داج حضرة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنسان بقدر قيمة جم خدا عالما عن شهيد خدا إذن ده كوان إنسان رجع قيامته هناكي إنسان كو خدا وانا عفو بكش خدا تخازن يا ربي هم تخازن في إنسان عفو بكي حدود عفويجي بلية دياره وإنسان كي ورن عفو كرنه أوجي ديارن، يعني نه ما بيجن شخص كي هاتي ويا ربي تخازن في كافر عفو بكي أو تنه اوه كوارن عفو کرن وان کسی که ایمانه وان هيا لي كيماني كي وان را چهویه خدا دبیجا تتخوازي جبار شفاعتي بكي از إذن تدمها ليكي که ایمانه بخاده تنه به كافر به اوی فقير هر بيجا چيا را بيتي بكي جنته ایمانه تنه قاوك ایمان تنه به کس که نکاره خبر ده خدا دبیجا ایمان عيش منه، يعني اوی انسان ده دنیا ده من انكار كده سلام نداي من قوتي تنه او تشكي تنه ليكي که بيجا خدا هيا ربي من هيا شاشتي من كيمانية من تدي أم كردي بين ريه مرشة، يعني يا ربي والله ما قلنا كذي ريه مرشة از بيجم شيء يعني متزي كذي أو متشمشتي خراب كذي يا ربي ما تخداي مني أو تشتكي دني ليك بيجا خدي تتني ها تتني إذا بي خدي دبي كسكن كاره إذن شفاعتش يا رب كي أبيا حدود خد درباس كريه. هناك أمر أحد العلماء فسره. نحن كمسلمين نقول بأن الله عز وجل يعطي الشفاعة العظمى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والشفاعة العظمى هي أن يبدأ الله بالمحاكمة بمحاسبة الناس يقفون في المحشر كثيرا كثيرا كثيرا، وبعد ذلك يذهبون إلى الأنبياء والمرسلين حتى يشفعوا لدى الله عز وجل، والله يبدأ بالمحاسبة. لا أحد من الأنبياء يجرؤ على أن يشفع، فرسولنا يقول صلى الله عليه وسلم أنا سأشفع، فيدعو الله ويتوسل إليه، فالله عز وجل يبدأ بالمحاسبة. فهناك عالم كبير اسمه الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه من علماء مصر،
ويقول أنا أفهم حكمة هذه الشفاعة العظمى، لماذا الله عز وجل خصص بالشفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى يثبت للعالم أجمع يوم القيامة بأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين وأعظم الأنبياء والمرسلين، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تعرضا للأذية في هذا الدنيا. المسيح يهاجم، اليهودي يهاجم، البوذي والملحد والمشرك كلهم يهاجمون عليه منذ أن أرسله الله وإلى اليوم وإلى آخر شخص في الدنيا الهجوم عليه، كلهم يطولون لسانهم عليه ويقللون الأدب في حقه، فالله يظهر لهم هذا الرسول الذي قللتم الأدب في حقه فهو الذي يشفع لكم. هل ندمتم على فعلكم هذا؟ الآن فهمتم ماذا خسرتم في الدنيا؟ قد خسرتم شفاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يفسر هكذا، وربما تفسير صحيح ومعقول جدا. إذا أول الشفاعة هو الشفاعة العظمى، أن يبدأ الله عز وجل بمحاسبة الناس. قالوا جماعة الشفاعة قال من پیغمبر مازن صلى الله عليه وسلم، طبعا اینکه انا مسلمان مدر کردن به شفاعت منفعتنا لی خدا بجا ایزن بدم هناك انسان شفاعتی کن. و بی آیت که پیروز خدا عز وجل دبی لسر شفاعت دبی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، دبی محقق یا جهوی هي کو خدا تبگینه مقامك محمود، مقامك یعنی جی کی بلند، کرسی کا بلند خدا بده پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم عالم بپرانی دبیجن اف مقام هانه مقام شفاعت مازن خدا دست محکمه بکر. دفرت عالم کی دبیجه حکمت کی کو خدا عز وجل اف شفاعت مازن دای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ندای پیغمبر دین اف دبی لورا حضرت محمد نوا تفکی پیغمبر دا دنیای دا ان اف زیدا کو انسان زمان خل درجت کن به ادبیت کن تشتی خراب جرات بیجن اوه ام پیغمبری کو جهر کس زیاتر ملت قیمتا ویناگره، یهودی خبردان جرات بیجن، خریستیان بیجن، هندید بیجن، چینید بیجن، یعنی جروی خودی وشاندی حتی که بیجن دنیا خراب به ان پیغمبر زیدا که ملت به ادبیت که نیاتید که اوه خدا رجا قیامت بیجه و توا زمان قلبی پیغمبر درش کرد و توا به ادبی کرد و توا تشتی خراب جراگو نه ده آنا بنیرن که او انسان چه قصال جمعن قیمتا وی هیه، چه قصا قیمتا که مازم دای اف پیغمبر و دکا میزه کن وش ضرار کرد او پیغمبر خدا او قصا قیمت دای که وش زمان قدرش کرد و حقارت لید کرد و ضرار کرد یا وی پیغمبر ضرار کرد. ای طبعا ام ضرار کن ای که زمان خل پیغمبر درش که او پیغمبر خدا جه حست که والله مرض زرارت که افيا اول او مقام يعني خدا ده پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة أخرى وهو لأهل الكبائر من المسلمين من أهل الإيمان بعدما يدخل النار بعد فترة من الفترات الرسول يطلب من الله أن يسمع له بالشفاعة فالله يسمح والرسول يشفع لأهل الكبائر من أمته كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يشفع بأن لا يبقوا مدة كثيرة في جهنم ويخرجوا من نار جهنم. شفاعتك دنيش شفاعتك إجا أم بيجم كرديد بيجن تايبت خاص، يعني أوجي جبون مسلمانه كو أم بيجن جناي برمازن كرنا وباشت كيفن جهنم هنا كي تدات شوتن پشت زمانه که خدا ایزن ده حضرت محمد بجا یا ربی اتخوازم توانه عفو بکی لتكفن جهنم اه جزای خود کشیدن این که تعداد شوتن ورداوی دا نو که همه چه خدا پیشیاند به یا ربی از قبول لکم گش کره تفرن جنتی نه پیغمبر جوی تشته نخواسته خودش ایزنای ناده گرن کی گوی وانوره کشاندن چون دنیای دا که سر انا یکی کو بسالا خدمت کردی یکی بسالا پی سی تی خرابی کرد به هر جنت کیف بکن نه گرن کی گوی وانوره کشاندن پشت خدا عز وجل وان تشینه و هنکی جزا و ورداوی دا دن دکایجا خدا زانه چه خاصاتی آدمی نمویج نزانن یعنی و دما قد بجن حبس و زندان آخرت جهنم جا واقعا و کافی دنیا فهم نکن آگری خدای زحمت شوتاندن یعنی تشکی خریب و عجیبه اوان انسان پشت زمانه که کو جهنم داد مینه و انسان گناه وان زیدنه خدا ایزن ده و پیغمبر شفاعت که یا ربی اشتا شفاعت کم اشتا خوازم توانه آنه عفو بکی
أوج مسلمان أمة حضرة محمد صلى الله عليه وسلم خدا وان عفوتك أوجي جنته. وهناك أمر آخر في الآخرة نحن نسميه أخذ الكتب. الله عز وجل حينما يبدأ بالمحاسبة يبعث أو ينزل الكتب على الناس. هناك من يأخذ كتابه بيمينه وهناك من يأخذ بالشمال. الذي يأخذ باليمين فالنتيجة يكون من أهل الجنة، والذي يأخذ بالشمال نتيجته يكون من أهل النار. أهل اليمين الذي ثقلت موازينه بالخير، وأهل الشمال الذي خفت موازينه بالخير، ميزان الخير خفيف. فهذا كذلك من أحد أمور التي يحصل في الآخرة. تشتكي دنيا الآخرة داشي دفتر تنبلاكرن دبلومة وانا دفتر هنا أبي قاضي هاني يكي وكابيا يكت كفا دست راسته إنسان هنك كفا دست وانه چپه يكت كفا دست راسته أبي خير وان زيدية أبي كدبن لائقه كو خدا رحمة خلوام كوام كأهل جنته أبي كفا دست چپه جي أبي كو هنك دار الوان كبن جهنم داب شوتن أبي كو يعني چه كافر دبن چه جي گناهكار دبن چه مسلمان چه جي امت بريادن يعني اب هر تو جيت آخرت دا چه دبن خدا عز وجل رحمة خل مبكي. وهناك أمر آخر وزن الأعمال. الله عز وجل كيف يوزن الأعمال؟ الكثير نحن لا ندري، ولكن ربما أو الذي نفهمه كل ما نعمل من الأعمال، من الأعمال الخير والشر، الملائكة يكتبونه على الأوراق. مثلا ورقة صلاة الفجر، ورقة صلاة العصر، ورقة صلاة المغرب، هكذا يكتب. أو الرجل سرقة أخرى وزنا ونظر وغيبة والنميمة على الأوراق، يضعون هذه الأوراق في أحد الميزان، ميزان الخير، والثاني ميزان الشر، كفة للخير وكفة للشر، حتى يفهم أوراق النقود 100 كرون 1000 كرون 1000 دولار 500 دولار هكذا كل حسب وزنه. بهذا الشكل يكون وزن الأعمال. الله عز وجل يأمر والأعمال توزن. نرجو الله عز وجل أن يثقل ميزاننا بالخير. تشتكي دين يجي عمل ما تين ترازي كرد، ترازي وزانش نه نوصل ميزان يعني بكردي تقولن ترازي قابان كيلو كرن يعني شكلي ويجي تام شواي حالي حاضر أم نزانه. ولكن تشتكي أمج آياتها فعمدكن احتمال كمازن كرن ما بخير سر كادات نفساندن كادا كلمة جاسبه لمجا نيفرو زكاة حج صدقة آليكاري كاد دين يجي أم بيجن خرابية ما دزية ما درا وما ظلم ما حرامية ما تين نفساندن كادن تبي يعني وقت شكات بيجي شك باشه وانا تاف د میزان دا برته بیراول دکان دا میزان هبو میزان واکنو علی که حسن ذکرنه کی علی نجات برنجا خو شکر خو سیو خود خسته کی او هبون يعني تشتكي وكاوي وساكن جبان ورا فهم كرن بفي شكل هانه علی کی رام بج کاغذ خیرت خنه کی علی کی کاغذ خرابیت خنه دکا ایجا کیجا گرانه و کیجا سفکه بفي شكل هانه يعني بلكي کاغذ هبه بچوك به لی خیره کپر مازن تدای و کاغذ بلکه هبه مازن باید تشتکی والا و که اینکه دولت هنه پره وان ابخاص مازن لی ناکن $2 يعني او پره وان مازنه و اینکه جیت دلار تماشات که او قاسکه $100 چه قاسه بهایه يعني بلکه لمیجه کی گرام به او چند تشتده نیست بکبن بفي شکل يعني خدا عز وجل حسابتك. وهناك أمر آخر في الآخرة بعد المحاسبة الله عز وجل يدع صراطا على جهنم، جسر والناس يمرون عليه من أرض المحكمة إما إلى الجنة أو إما وقوعا في النار. هذا كذلك صراط، وبعض الناس يمرون عليه بسرعة وبعضهم يمشون وبعضهم حبوة هكذا بالعافية كما نسميه، يتجاوزون يذهبون إلى قسم الآخر الذي سيكون مصيرهم إلى الجنة، وهناك من يسقط، فنرجو الله أن يحفظنا. ولكن لا تنسوا شيئا، الراعي هو الراعي. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول أمتي أمتي، نحن سنقول نفسي نفسي، فهو يقول أمتي أمتي. والرسول وسائر الأنبياء يقفون أمام الجسر وهكذا يدعون اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. نحن نفكر في أنفسنا والأنبياء يفكرون في أمتهم. هكذا يظهر العظمة. الذي يفكر في نفسه فهو أناني، ولكن الذي هو راعي وحامي يقول اللهم سلم اللهم سلم، أي فليمر عليه بالسلام وفي العافية.
تشتكي دنيجي ام بكردي بجن بر وزان بر تشيلون جس بر كبر يعني بر خدا عز وجل لسر جهنم بركي تشتكه جهنم بجن في كورتال عن طبقي ويدي ام عقلي يرو نكارم بجن شوايه ولكن بركي هي بشتيك محكمه انسانات قدا دجال بدرباس من هرم يال اجى هركس لغور عمله خو انسان باش انسان خراب گناهکار کافر ابو بكر صديق دبيجوار حاصل دبي هناكي وكا بكردي دبيجن بروس كوزان بروس شنا برقش او وقت طياره درباسي والد من هناكي دمشن وهناكي هدي هناكي بكردي دبي شابلوك زان شابلوك شنا دستور بي اواد دمشن هناكي ساكنوا حبوه يعني بزوري حتى درباسي والد من ها ابيكو جنيه وان زيده باري وان كرانه حتى وهناكي جي دبي ها قسمه از خلاص بوم تدي چنگلك يدكشينه چنگل وزانه چنه حسن سري وانك مر به معصيه دغره معصي كلالي بجراد بن او ساكن وان دكشينن جهنم ده يعني خدا عز وجل اوج ترسك مازنه يعني انك انسان دبي ها اسفلت بيستقما تدي جانات القاضي هرجي كي اليتا تتنا فورر كورتاته ولا تدبي هندك ما بوليس اجا من قفالتي انا قفلت ولا بوليس بقركاته دغرن ابي انسان ادبي اسبري درباس ما افراد داويه ويا 20 سنتيمتر كي ما چنگلكي وكشان جهنمي وهنا كيجي درباسي وياليد بن لان تشتكو بالا انسان دكشينه يعني دقت انسان دكشينه پیغمبر خدا سريد حضرت محمد صلى الله عليه وسلم وهر پیغمبر لسر سري في برانه ساكن بردري ساكنن نابجن ازها يا ربي بيت سلامتي بدي يا ربي سلامتي بدي لسريدات سكنن دعاتكن اللهم سلم يا ربي سلامتي بدي وانا نشقتن وانا نكذن ام خدات فكرن لي پیغمبر خدا شوانن يا شوان امتانه تفردش ربي خرجاتكن يا ربي امتامن اللهم امتي پیغمبر وهذا امتي يا ربي امتامن بسلامتي در باسكي يعني انسان جانت كبت طنقاي دبازي چاو خو خلاص كم انسان مازن خوشبير واد كن دبي اي دورا خود چاو خلاص كم از شوان وانامه باوي مال چاوه تماشه زاروكي خود که حتى جبون زاروكي خلاص من جانا دمرنجي بكيف آوكي دسي زاروكي خواه بلند كده برا زاروكي مداوه دا نفتسن يعني بر اوفلتن پیغمبر جو ساكين وخدا عز وجل اف مقام مازن في ايمان الدوان قد ناي عقلي وان شكرا دعايا بكن اولا امتي وبرس السري كبريان ساكنن يا ربي اللهم سلم يا ربي سلامتي بدي يا ربي نجي وان نشقته يا ربي وانا نكفن درباسي علي بن هذه مش خدا اوكو ام ببن جوان كسي كو پیغمبر جرا شفاعت که او جوان كسي كو نجي وان لسر پر ناشقته يعني ساغلم ساكنن وميزان وانا خيريجي جراند منه ان شاء الله. نرجو الله عز وجل ان يجعلنا من الذين ثقلت موازينهم بالخير ومن الذين ينالون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الذين يثبت رجلهم على الجسر ويمشون إلى أخرى ويكون شربة الماء من يد الرسول صلى الله عليه وسلم من حوض الكوثر وسقانا الله وإياكم من حوض الكوثر من أيدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ودام تبا شفاعة پیغمبر محروم نکه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.